السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله كده معانا ايه؟ اكلة خفيفة كده تنفع معاكي عشوة، تنفع معاكي غدوة كده جنب طبق ملوخية، مش هتقول معاكي في اي وقت لا. حاجات كده كانت عندي في الفريزر، رحت ايه طلعها، قلت اما اعمل بقى ايه غدوة. الصراحة كان غدا دوت لينا. كان معايا كده، كان عندي حتتين بانيه كده في الفريزر، مش جايين اكل خالص الصراحة. هما كانوا حتتين بس. رحت طلعتهم كده، انا كنت متبلهم اصلا قبل ما اشيلهم في الفريزر. طلعتهم، قطعتهم زي ما انتم ما كنتوا شايفين كده في اول الفيديو. وجبت طاسه وحطيت فيها ايه، حبه زيت، ونزلت بيها ايه في الفريخ اللي هم حتتين البانيه دول. سبتهم شويه كده لغايه ايه ما تشوحوا، بعد كده نزلت بيهم بالفلفل والطماطم، الفلفل والبصل ولا ايه، الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والبصل، وحطيت عليهم حبه فلفل اسمر. هما كده كده اصلا انا كنت متبلهم قبل ما اشيلهم في الفريزر. بس هفضل اشوح كده فيهم شويه زي ما انتم ما شايفين لغايه ما يستووا معايا على نار عاليه، انا مش موطيه النار ولا اي حاجه، لغايه ما يستووا معايا وهتشوفوه. عندك بقى ايه فلفل الوان حطي، عندك فلفل اخضر بس حطي، عندك اي حاجه حطيها فيها. الاكله معانا، الاكله بتاعتنا دي النهارده اي حاجه بتحطها فيها مش هتقولك لا. انا هنا كان عندي برضو لفه جلاش كده، اعملها برضو بطريقه جديده وحلوه. ايه مش هنعملها بالطريقه التقليديه بتاعتنا ان انا احط مثلا ادهن الصينيه بتاعتي زيت ولا الكلام او سمنه واحطها فيها وارصها فيها ولا الكلام ده لا. انا هنا جبتها كده كلها قطعتها زي ما انتم شايفين. هفضل اقطع فيها وافرولها كده من بعضها، مش هخليها تبقى ماسكه ببعضها كده زي ما انتم برضو ما شايفين. وبعد كده هجيب طاجن بتاعي، هدهنه زيت، وهوريكم هعمل ايه. الطريقه دي بقى بتبقى طعمها حلو عن الطريقه التقليديه بتاعتنا. لا بتخلي مثلا الجلاش بتاعك ايه في سمنه كتير ولا تخليه تقيل ولا الكلام ده لا. الطريقه دي والله طعمها حلو، وهي خفيفه اصلا كمان على المعده، طعمها بيبقى تحفه. انا هنا زي ما وريكم قطعتها، هحطها في الطبق بتاعي دوت، وهبدا ايه افرولها كده بعيد عن بعضها. الطريقه دي بقى تنفع لو عندك مثلا لفه جلاش خلاص كده هتبوظ عندك في التلاجة، لا تلحقيها على طول زي ما انتم شايفين كده. هفرولها كده بعيد عن بعضها، او هفصلها بعيد عن بعضها، مش هخليها ايه تبقى كلها ماسكه ببعضها. ومعايا هنا بقى ايه ميكس جبن بقى، حبه جبنه رومي كان عندي في التلاجة برضو، على حبه جبنه اللي هم فلامانكي دي ولا مش عارفه، فلامانكي باينني، على حبه جبنه بقى موزاريلا طلعتهم قلت لهم تعالوا بقى هستخدمكم النهارده. وعندي برضو علبه زبادي اللي انتوا شايفينها هناك دي. هنا جبت الطاجن بتاعي ونزلت فيه بحبه زيت كده. لازم تدهني كده الطاجن بتاعك كله زيت، بس مش زيت كتير يعني، ايه عشان لما تيجي تطلعيها تكون سهله معاكي، ما تبقاش لازقه في الطاجن من تحت ولا اي حاجه. او لو برضو لو عايزه تحطها في صينيه حطها في صينيه، مش لازم تحطها في طاجن يعني. هنزل هنا برضو ايه بنص الكميه بتاعه الجلاش اللي انا قطعته معاكم. وبعد ما نزلت بيه لازم انت تبططيه كده بايدك، ايه عشان تحس ان هو كله ايه بقى حته واحده. بططيه كده بايدك عشان كله يبقى ايه متساوي معاكي وكله يبقى حته واحده. افضل كده بططه معاكم شويه حلوين. بعد كده بقى اجيب بقى ايه خلطه الجبوره بتاعتي دي، كان طعمها تحفه. هوزعها كده وايه، واحط ايه بقيه الجبن بتاعتي، هحط نص الجبن والنص التاني هحطها ايه على الوش بتاعها من فوق. غرقاها كده جبن، خليها ايه تبقى سايحه من جوه كده. هنا خلاص هجيب بقى بقيه الجلاش بتاعي اللي اتبقى ده، اللي هنا كنت بوريكم شكل الصينيه عامله ازاي. هجيبه وابدا احطه برده كده زي ما انتم شايفين بشكل كده عشوائي، وابدا ايه امسكها برده ايه ابطط فيها كده عشان برده كلها تبقى ايه متساويه معايا من فوق، واحس ان هي كلها ايه حته واحده، مفيش حته ايه مليانه وحته فاضيه، لا كلها تبقى حته واحده كده. انا ايدي نضيفه يا جماعه، وايدي غسلها كويس جدا قبل ما اعمل الاكل ايه لولادي.
هنا حطيتها كده اهوت. هركنها بقى قبل ما اجيب ايه الحاجات اللي احنا نحطها عليها. معايا هنا يعني نص كوبايه لبن، نزلت عليها ببيضه، يعني بصي نص معلقه كده إيه اللي هي البيكنج باودر عشان تنفشها وتطلعها مورقه معانا. حبه فلفل عشان ايه، فلفل اسمر عشان الزفره بتاعه البيض. حبه ملح صغيرين كده، ومعلقه الزبادي ايه اللي معانا دي. هنربهم كلهم في قلب بعضهم بعد ما نحط علبه الزبادي. هنربهم في قلب بعضهم واسقي بيها. على فكره انا حطيت برضو حبه زيت، بس ايه هيجوا دلوقتي في الكاميرا، بس انا حطيت حبه زيت بعد ما افتكرت، كنت ناسيه الصراحه. هفضل ارب فيهم كده شويه، وبعد كده هدلق نصهم يعتبر، وبعد كده هفتكر واروح ايه اقول ايه ده انا ما حطيتش زيت، واروح اجيب الزيت واحطه. الاكله دي طعمها تحفه، تعمليها بقى جنب حبه مخلل كده، جنب حبه ملوخيه ناشفين او حبه ملوخيه خضر زي ما انتوا ما بتاكلوا، حبه شيبسي للعيال، بتبقى والله طعمها تحفه. تمشي بقى وجبه عشاء، تمشي وجبه غدا. احنا مشيناها بصراحه وجبه غدا، يعني انا عن نفسي سدت معايا في الغدا. هنا بص هفتكر واروح اجيب الزيت، اجيب حبه زيت كده احطهم عليها، مش كتير يعني، بتاع معلقه كده او معلقتين، احطهم عليها. وبعد كده ايه هرجع ادلق تاني ايه الخليط بتاعي على وش الجلاش من فوق. هفضل كده ادلق. انا كنت مسخنه الفرن، وبعد كده ايه هروح احط الطاجن بتاعي فيها بعد ما احط الجبن عليه. عايزه تستغنى عن الجبن ان انت تحطيها على الوش وتحطيها كده، هتاخد برضو معاكي لون جميل، لان احنا حاطين في قلبها بيضه، فيعتبر دي عامله زي ايه الفطيره كده. بصي هنا كنت خلاص بقى طلعتها من الفرن معاكم بسرعه، بس ما شاء الله طالعه من تحت مش لازقه في الطاجن ولا اي حاجه خالص، عشان سنه الزيت اللي احنا ايه حطيناه. ما شاء الله طالعه معايا جميله، كانت جميله وريحتها كانت جميله، والطعم كان حكايه والله. هبدا هنا بقى اقطعها، ايوه احطها في الاطباق. تعالوا اتغدوا بقى معانا، كان نفسي تبقوا موجودين معانا كده عشان تشموا الريحه وتدوقوا الطعم، حكايه. بصوا كانت عامله ازاي سخنه، بصوا من جبنه بقى جوه، الجبنه عامله ازاي فيها، جبنه من جوه جميله فيها، ولا طالعه معجنه معاكي ولا طالعه فيها اي حاجه خالص. الطريقه دي احلى من الطريقه التانية. الطريقه التانية بتحس ان هي بتبقى شاربه زيت كده وتقيله كده معاكي، لا. وممكن كمان تستغنى عن الفراخ خالص وتعمليها بالجبن بس، اي نوع جبن عندك، مش لازم ان انت برضو تعمليها بالفراخ كده او البانيه زي ما انا ما عملتها، لا. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، واستنوني في وصفات كتيره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.